Suratu Gafiri Hamim Tenzilu el-kitabi mine Allahi el-gazizi el-galimi gafiri el-zanbi ve kabili el-tabi şedidi el-gikabi zi el-tavli la ilahe illa huve ileyhi el-masiru ma yujadilu fi gayati Allahi ila allazina kafaru fela yaghrur la taqalubuhum fi al-biladi kazabat qablahum qawmu Nuhi ve lahzabu min ba'dihim ve hamet kulu ummati birasulihi liyal khuzuhu ve jadalu bil yatili liyudhidu bihi al-haqqa falahaztuhum fakayfa kana iqabi ve kazalika haqqat la kalimatu rabbila khala allazina kafaru anahum ashabu al-nari allazina yahmiluna al-gharsha ve men hawlahu yusabihuna bihamdi rabbihi ve yuminuna bihi ve yastaghfiruna lillazina amanu rabbana vesighta kula şaghi rahmata ve gilme faghfir lillazina tabu ve tabagu sabilaka ve qihim gazaba el-cahimi Rabbena ve adkhilhum cenneti adni allati ve gadtahum ve men salaha min habaihim ve azvacihim ve zuriyatihim inneke ente el-gazizu el-hakimu ve qihimu el-sayyati ve men taqi el-sayyati yevmeizi
فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أماتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بلعنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم إليه العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من الثمر رزقا وما يتذكر إلى من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على ما يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ
القلوب لدى الخناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يزاغ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فلأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فلأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم
أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني خذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعظكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فما ينصرون من بأس الله إن جاءنا. قال فرعون ما يريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلى سبيل الرشاد. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التنادي يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم. ومن يضلل الله فما له من هادي. ولقد
جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا خلق قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان آتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يتبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال فرعون يا هامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فلا تلغ إلى إله موسى وإني ألظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. وقال الذي آمن يا قوم أتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر
أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. تدعونني إلى كفر بالله ويشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأنا المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول معكم ويفيد أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا على فرعون أشد العذاب. وإذ يتخرجون في النار ويقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا
نصيبا من النار قال الذين استكبروا إن كل فيها إن الله قد خلم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم أدعوا ربكم يخفف يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكر لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالغاشي والبكر إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان آتاهم إن في صدورهم
إلى كبر ما هم ببالغهم فاستغيث بالله إنه هو السميع البصير خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا أمسيغ قليلا ما تتذكرون إن الساعة لاتية ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني استجب كأكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء ما إله إلا هو فلنا توفكون كذلك يفعل الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فلأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له
الدين الحمد لله رب العالمين قل إني نحب أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن يسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجله مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فلذا قضى أمره فلنما يقول له كن فيكون ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أن يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلونا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون
رخون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فلما نرينك بعد الذي نعدهم أو نتوفينك فلإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسولا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فلذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فلا آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وغثر في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات
بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون